فاهمه قوي ان السيت اب اتغير للمره المليون، وحاسه ان انتوا مش هقول بداتوا تزهقوا، لان انا حاسه ان يعني طب ما نغير السيتنج كل شويه. بس بصراحه السيتنج ده مؤقت جدا، لان انا مش موجوده في مصر، انا حاليا في بالي. ما تيجوا نشرب حاجه. انا ما كنتش ناويه ان اول فيديو احطه لبالي، انا كان بصراحه عندي بلان ان انا اول فيديو احطه لبالي تبقى البالي جايد، علشان انا حاسه ان في ناس كتير قوي ممكن تستفاد بالحاجه اللي انا عملتها، الاوراق اللي خلصتها، واقول لكم الايموشنال سايد اوف مي ان انا جيت بالي اعمل ايه. باي ذا واي انا هنا هقعد لمده شهر. اوكي بس موست بروبلي انا الفيديو ده هينزل بعد حبه حلوين. بس ايه اللي حصل بقى اللي خلاني اغير رايي واخلي اول فيديو يبقى حزين سيكه صغيره؟ في حاجه عايزه اتكلم عنها النهارده اسمها بوست ستريس ليت داون افكت، ودي بتحصل لناس كتير جدا جدا جدا. وده بيبقى إجابة عن سؤال: هو أنا ليه بعد ما أكون مضغوطة قوي 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 واجي أرتاح جسمي بينهار؟ أنا هحكي لكم بالظبط اللي حصل لي عشان اتبهدلت في أول سفريات أول يومين في السفرية بتاعت بالي. ايه اللي حصل بقى؟ البوست ستريس ليت داون افكت ده بتبقى فيزيكال رياكشن، بيبقى رد فعل جسدي بيحصل لما الجسم فاينلي اخيرا ما يبقاش في ستريس. ازاي يا بس انت؟ ما احنا عايزين ناخد اجازه علشان جسمنا يهدى من الستريس. ما هي الفكره في ايه؟ الفكره ان الجسم طول ما هو في حالة ستريس وطول ما هو في حالة شغل وبرن اوت وإعادة وروتين بيبقى عايش في السرفايفل مود. أول ما السرفايفل مود دي تخلص كل حاجة بتبقى مكتومة بتطلع على السطح. الجسم بتاعنا بيكوميونيكيت بأسلوب مختلف. أنا جسمي كوميونيكيتد ببانيك أتاك وحشة جدا، فضلت قاعدة فيها في المستشفى يوم كامل. الثلاث سنين اللي فاتوا من حياتي كانوا مش ستريس عادي، أنا حاسة إن حياتي كلها كانت تقريبا ستريس. يعني أنا فاكرة إن أنا كنت رحت وانا بتابع مع الدكتور بتاعي كان بيقول لي ايه الحاجه اللي ممكن نقدر نساعدك فيها ان الستريس يهدى. قلت له حضرتك الستريس ده بقى النورمال ديفولت بتاعي، فانا مش حاسه ان انا في مثلا هاكل شوكولاتايه فهتهديني من الستريس. يعني سبيشال ان انا السنتين اللي فاتوا بالذات انا كنت بدات كل حاجه في نفس الوقت، كنت بحاول اغير حياتي، بحاول ابقى بني ادم احسن، بحاول اصلح من جسمي. الكرونيك إلنس بتاعي عالي قوي، المرض المزمن الاعراض بتاعته. كنت بدات ماجستير، والماجستير اخد مني طاقه مش طبيعيه ومجهود ذاتي وفي ذهني ومادي مش طبيعي. كنت لسه بشتغل برضو، وكنت بدات في البروجكت بتاعي اللي المفروض كان يحصل له، كنت عامل له لونشنج في شهر 6، احنا دلوقتي في شهر 8 وما اظنش ان انا هعمله ولا في 8 ولا في 9 ولا في 10، احتمال يبقى على السنه الجديده and I don't mind. بس هي الفكره في ايه بقى؟ كل ده انا كنت في ستريس. انا كنت اتكلمت من فيديوهين كده على بانيك اتاك كانت حصلت لي بسبب الستريس، بس الفكره ان دي حاجه واللي حصل لي اليومين اللي فاتوا كانت حاجه تانية مختلفه تماما. كل ده انا جسمي قاعد في سرفايفل مود، انا في ستريس على طول، انا مرهقه، انا مضغوطه، انا كاتمه كل مشاعري. حتى لما كان بيحصل لي مشاكل على جنب كنت بكتمها، ما كنتش برياكت ليها. واقعد اقول لنفسي عديها، انت قويه، خلاص فاضل اتكه، فاضل حبه، بلا بلا بلا، لحد ما خلصت الماجستير. انا سلمت اخر حاجه كانت في شهر 7، سلمت اخر خلاص، سلمت الرساله بتاعتي، والحمد لله الحمد لله الحمد لله الدرجه طلعت، وناقشت الرساله بتاعتي ونجحت الحمد لله بدرجه كويسه جدا. وقبل ما كل ده يحصل انا كنت قلت لنفسي انا عيد ميلادي 30 في شهر ده، شهر 8 عيد ميلادي 30، وانا مش هتم 30 كل سنه. فهعمل ايه؟ انا عايزه اعمل حاجه متهوره، وفي نفس الوقت عايزه اعمل حاجه انا كنت حاسه ان انا I want to reconnect مع نفسي. هتكلم في البارت ده في الفيديو التاني بقى بتاع البالي جايد. المهم ان انا قلت خلاص انا هاجي هنا اجازه. انا حتى كلمت المانجرز بتوعي وقلت لهم انا شهر 8 دول انا مش عايزه حد يضغطني، انا هتبقى اجازه I'm the whole month off. لو في حاجه انا هعملها عشان انا بحبها وعشان انا عايزه اشاركها، بس انا مش عايزه اكون مضغوطه في اي شغل. دي كانت بتبقى اول اجازه في حياتي اخدها بعد كميه الستريس ده. فانا كنت مستحمله قوي 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 كميه الستريس ده وبيرن اوت رهيب، علشان انا عارفه ان انا هاجي هنا اريح. اللي حصل بقى ان انا جسمي بدا اول ما عرف ان انا خلاص انا خلصت كل الستريس ده وبدات ان انا داخله اجازه، طلع بقى كل الستريس والكتمه والعياط والضغط والبيرن اوت اللي جواه. اول ما طلعت على الطياره، انا المفروض مفيش دايركت فلايت من مصر لبالي، باخد طياره من مصر لدبي ومن دبي لبالي. انا كنت قاعده في الطياره، اول طياره اللي هي بتاعت من مصر لدبي، كنت قاعده في حالي جدا،
مبسوطه جدا، قاعده بقرا كتاب، وفجاه جالي بانيك اتاك اوت اوف نو وير. جالي بانيك، هديت نفسي، اي مانجد، قلت عادي، وقعدت اكلم نفسي تمام بلا بلا بلا. حسيت ان في حاجه تانية، في انكزايتي تانية موجوده. قلت بصوا، يعني اكتر حاجه هتحصل لي، اسوأ حاجه، انا هجيب المضيفه هقول لها بصي انا 1 2 3 بيحصل لي، اتصرف. انا اول مره جات لي بانيك اتاك كنت خايفه بس عشان كنت لوحدي، بس لما اخدت بعضي ورحت عند ماما، بعد كده رحنا المستشفى ظبطنا الموضوع. انا بقى I had the worst experience في المستشفى هنا في اندونيسيا، ولكن خلينا نروح لدي بعدين. قلت ههدى عادي، مفيش مشكله، الطياره ممكن بضغط الجو وكل حاجه. وبعدين انا كان في فتره كده، انا ما حكيتش عنها، بس انا كان في فتره كان بيحصل لي زي هاف فيشل باراليسيس كده، وشي ده بيتشل فجاه او بيتشد مع نفسه وبيفضل دقيقه، بعد كده ايه، وكنت رحت لدكاتره مخ واعصاب وعملت اشعاعات وام ار اي واتس ايفر، وقالوا لي كل ده حاجه نفسيه، ده ستريس، خدي مهدئ. البانيك اتاك او الانكزايتي اتاك فضلت معايا تقريبا 3 ايام. انا بدات رحلتي من مصر من الساعه 5 يوم 1/8، وصلت الساعه 11 يوم 2/8. الطياره بتاعه الترانزيت اللي كانت في دبي، المفروض رايحه من دبي لبالي، اتاخرت. كل شويه كانت عماله بيحصل لها ديلي، كل شويه كان بيحصل لها ديلي. فتقريبا الرحله بتاعتي اخذت تقريبا حوالي 30 ساعه. ده طبعا ارهاق رهيب، ارهاق شديد يعني. الكلام اللي انا بقوله ده ممكن ما يعني مش هينطبق على كل الناس، بس هينطبق عليا وانطبق على ناس كتير لما حكيت لهم they resonated معايا، وده اللي طمني اكشلي. المهم جيت هنا الدنيا كانت تمام، بس انا ستيل كنت حاسه بشويه انكزايتي. طبعا انا جيت هنا، عايزه اقول لكم، هوريكم صور وفيديوهات الهوست بتوع الاير بي ان بي اللي انا حجزتها، تحفه بجد. انا جيت هنا لقيتهم عاملين لي زي احتفال وعيد ميلاد وهابي بيرثدي، وحاطين لي بلالين وجايبين لي تورته وبيحتفلوا بيا، فكنت مبسوطه جدا جدا جدا. طبعا كان عندي جت لاج رهيب، لان في فرق ساعات ما بين مصر وبالي 5 ساعات بلس، يعني احنا بعد مصر ب5 ساعات او 6 ساعات. فكان عندي جت لاج، فما نمتش تقريبا غير على الساعه 7 الصبح. صحيت حسيت ان انا تعبانه جدا، وحسيت ان انا مرهقه. قلت ايه، خليني قاعده في البيت النهارده، كده كده انا حاجزه مكان حلو. فقلت خلاص انا هنزل البول وهريح وهطلب اكل وهقعد اتفرج على موفي وكل حاجه. تاني يوم بقى هصحى ابتدي اكتشف البلد. انا كده كده قاعده شهر، جه بالليل قلت يلا ميعاد النوم، علشان انا حاسه ان انا تعبانه، يلا انا نمت عادي جدا مفيش مشكله. صحيت على الساعه 2 ونص الفجر، بانيك اتاك رهيبه. قعدت اهدي نفسي، عملت البريدنج تكنيكس وقعدت جراوند ماي سيلف. بعد كده هديت شويه، حاولت دخلت انام. على الساعه 4 ونص الفجر جت بقى الصلاه، وقت الصلاه قمت صليت وكل حاجه. البانيك اتاك عماله بتاسكليت قوي 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 قوي، مش قادره اتنفس خلاص. انا حاسه انها هموت، مش قادره اتنفس، ضربات قلبي عماله حاسه ان هيغمى عليا وانا لوحدي. كل اللي عملته ايه، جراب هنا في ابلكيشن اسمه جراب في اندونيسيا، ده زي طلبات وكريم وكده. طلبت من عليه تاكسي الساعه 4 ونص الفجر. والفكره بقى اللي انا عايزه اقولها، النصيحه الاولى والاخيره، ما تعزلوش نفسكم، لان بسنت زمان كان ممكن اعدي بكل ده من غير ما اقول لاي حد، وانا عارفه ان الدنيا هتعدي وكل حاجه، بس ما قلتش لاي حد. ودي غلطه على فكره، لان انا كلمت كل الناس. انا كلمت صحابي في مصر، انا لوحدي، بس كلمت ماي بيست فريند، بعت لها لوكيشن المستشفى، بعت لها رقم المستشفى، بعت لها رقم الهوست بتاع الاير بي ان بي، بعت لها اللوكيشن بتاع الاير بي ان بي، رقم السواق، رقم كل الناس، بعت لهم كل حاجه. قلت لهم بصوا انا في بانيك اتاك بتحصل لي دلوقتي، وانا رايحه المستشفى دلوقتي، I'm gonna admit myself to the ER. فانا بس حبيت اقول لكم علشان تبقوا معايا على الخط. كلمت ماما وقلت لها، بعت للثيرابيست بتاعتي emergency message وقلت لها يعني حته ان انا ابقى لوحدي دي في بلد غريبه وداخله مستشفى. انا عمري في حياتي ما دخلت مستشفى في بلد غريبه. انا اصلا نادرا لما بروح المستشفى او بروح الطوارئ، ما حصلتليش غير مثلا مرتين 3 لما كسرت رجلي، او لما جات لي بانيك اتاك مره واحده ورحت الطوارئ في مصر. وتحيا مصر اقسم بالله، علشان لما جات لي بانيك اتاك في مصر انا دخلت الدكتور شخصني في 3 ثواني ونص بانيك اتاك، اداني المحاليل المظبوطه، اداني الاكسجين المظبوط، نص ساعه كنت بره المستشفى وما جاتليش بانيك اتاك تاني. هنا بقى انا اتبهدلت بهدله مش طبيعيه يا جماعه، ودفعت قرب 25,000 جنيه. The strength I had، القوه اللي عندي انا معرفش جت منين، والبرود اللي عصبني منهم. اولا بصراحه الناس they are very nice، يعني they are very polite الصراحه to be honest. بس الفكره ان نظام الطب هنا موجود مختلف. انا مش بذم في حد، مش بذم في حاجه، بس الفكره علشان انا جات لي بانيك اتاك قبل كده وعارفه الاكسبيرينس ماشيه ازاي، فحسيت ان في حاجه غريبه، وحسيت ان في حاجه بيمطلوا فيها، وحسيت ان في بس فلوس عايزين ياخدوها مني وخلاص.
انا دخلت المستشفى الساعه 4:30، طبعا طوارئ. بقول لهم جماعه انا اي هاف ا بانيك اتاك. بكل هدوء لقيت النيرس بيقول لي روحي ريجستر، بعد كده تعالي نشوف هنعمل ايه. انا داخله بقول له انا ام نوت اوكي، ام هافينج ا بانيك اتاك ومش عارف كده وبتاع. جو ريجستر. طب ما انا ممكن يغمى عليا، انا هنعمل ايه؟ بجد بقى بدات اساله انا ممكن يغمى عليا هنعمل ايه. فالمهم رحت تمام الريسبشن عادي جدا، البور بتاعي وبالترافل انشورنس، ودي حاجه لازم تعملوها، تعملوا ترافل انشورنس قبل ما تسافروا. بحس انه يعني هم مهتمين، بس في حاجه غلط، يعني في حاجه ما كانتش عجباني. المهم دخلت، كان كل ده يا جماعه انا بتكلم في الفجر 4:30 الفجر. قعدوني كشفوا عليا طبعا وكل حاجه، وخدوا الهيستوري وكل حاجه. بس بعد كده قالت لي انا هديكي حبايه تحت اللسان علشان قلبك. انا كنت حاسه ان هي مش فاهمه انا بقول ايه. ادتني حبايه تحت اللسان، ما حصلش حاجه. قلت لها بصي انا حصل لي بانيك اتاك وانا في مصر قبل كده، وهم عملوا معايا 1 2 3. ادوني اكسجين، ما حصلش حاجه. قلت لهم يا جماعه طب انا حاسه ان انا برضو عايزه ارجع. ادوني حاجه للغثيان، ما حصلش حاجه. كل مره بيدوني، كل شويه بيدوني حاجه، ادوني محاليل، ما حصلش حاجه. ما اتحسنتش خالص. المهم قلت خلاص. في الاول اتحسنت وانا قاعده، يعني وانا باخد المحلول اتحسنت وتمام، مفيش مشكله. مشكلتي بقى في ايه؟ ان هم كانوا كل شويه كل ما يعملوا حاجه بيروحوا للريسبشنست. الريسبشنست بتجيلي وبتقول لي بصي انت هتدفعي الحاجه الفلانيه، موافقه؟ طب إيه؟ ما هو انا ما عنديش اوبشن غير ان انا اوافق، انا بموت قدامكم. فوافقت. اللي بيحصل ايه؟ انا المفروض عايزه مهدئ، انا عايزه سيداتيف، او انا عايزه حاجه تهدي البانيك اتاك اللي عندي. الجنرال براكتيشنر هو اللي موجود، الدكتور نفسه اللي بيسمح بده هو اللي مش موجود. فلازم الجنرال براكتيشنر عشان يديني حاجه زي كده لازم يكون بوجود او بسماح الدكتور اللي موجود. لازم بيكلمه الاول ويساله. البروسس دي كلها انا بموت فيها، يعني البروسس دي كل اللي بيحصل ده انا بموت. انا قاعده بدات اترعش، انا مش واكله كويس، تعبانه جدا، مرهقه جدا، انا جايه من 30 ساعه سفر. فكل شويه يا جماعه انتوا فين، انتوا سايبيني، مش عارف ايه. وبعدين انا صعب عليا نفسي فشخ، لان انا فاكره لما رحت في البانيك اتاك الاولى لما كنت في مصر، ماما كانت معايا. لما كنت حاسه انا هيغمى عليا، لو كنت حاسه ان اي حاجه، انا I trusted everyone around me و I trusted ماما، كنت ماسكه ايديها. انا بجد ما كنتش محتاجه غير ان انا امسك ايد حد. لدرجه ان النيرس الممرض وهو بيحط لي الاي في علشان يديني المهدئ، قلت له ممكن والنبي ما تسيبنيش. والله العظيم انا كنت عايزه اعيط لما افتكرت الموقف ده، عايزه اعيط. قلت له ممكن ما تسيبني، ممكن كل شويه بس تتشك عليا، لان انا حاسه ان انا هغمى عليا وحاسه ان انا مش كويسه، ممكن ما تسيبنيش. قال لي ما تقلقيش انا مش هسيبك وكل حاجه وبتاع، انا ام جانا تشيك اون يو كل شويه وكل حاجه. ما حدش كان بيتشيك قوي عليا، بس مش مهم، يلا مفيش مشكله. مسامحاهم كلهم عامه. ادوني اي في وكل حاجه، ارتحت شويه. بعد كده بعد ما خلصت حسيت ان انا لا انا مش كويسه، انا مش زي ما انا بعد ما خلصت الاي في بتاعت مصر روحت هاديه ونمت. اول ما روحت وادوني ادويه وادوني بيلز وكل حاجه، قالوا لي بصي دي خديها وهتنامي وهتصحي قلت لهم بس انا محتاجه سوبرفيجن، يعني ايه النظام؟ كلمت الهوست بتاعت الاير بي ان بي وقلت لها بصي انا عايزه يكون بس في ميديكال سيرفيس تقدر تيجي البيت عشان لو حصل لي حاجه. قالت لي ما تقلقيش، انا في ميديكال تيم از افيلبل، اول ما تحسي ان في حاجه مش كويسه قولي لي انا هنيجي على طول. This is why I'm saying اتصرفوا، قولوا لكل الناس اللي حواليكوا لو انتوا مش كويسين you have to have help. في الاول في الاخر احنا بني ادمين بنصب في ايد بعض. ايه اللي حصل بعد كده؟ ان انا لما جيت هنا لقيت نفسي مش كويسه خالص، وعماله برجع في عصاره معدتي. انا اسفه جدا طبعا للقرف، قلت لا انا حاسه مش كويسه وهيغمى عليا تاني. اخدت بعض تاني ورحت المستشفى تاني. اي ادميتد ماي سيلف. قلت لهم بصوا يا جماعه احنا هنعمل، بدات انا بقى اللي ادفوكيت تو ماي سيلف، انا بقى اللي بادفوكيت. ويا جماعه انا عندي 1 2 3، انتوا هتدوني 1 2 3. وعملوا معايا كده. طبعا انا كنت خايفه فشخ، لان I felt that I cannot trust them، وانا عارفه كويس جدا ان هم genuinely they're doing their best at the end of the day، وانا تورست في نفس الوقت. احتمال يكونوا مفيش تفاهم بيننا قوي. الدكتوره بتاعت المورنينج شيفت بقى، لان انا رحت في النايت شيفت، المورنينج شيفت بقى بتاعت الدكتوره التانية هي اللي بصراحه كانت بالنسبه لي اوقع واحسن. قالت لي بصي انت يا اما هتادمت يور سيلف تو ذا هوسبيتال، يا اما هتباتي هنا ليله عشان تشوفي ايه، نعرف نمونيتور الدنيا ماشيه ازاي، برغم ان انا قلت لها 100 مره دي بانيك اتاك. يا اما هتروحي مستشفى تانية، انا هبعت لهم وهكونكت معاهم واقول لهم ان انت هتروحي دلوقتي علشان هناك في سايكايتريست هناك، علشان الموضوع عندك نفسي. هي قالت لي ان انا عندي يعني قلت لها ايه الدايجنوز بتاعي، هم عملوا لي طبعا تحاليل وكل حاجه. قالت لي عملوا لي تحاليل وعملوا لي رسم قلب علشان يشوفوا ايه الدنيا. قالت لي التحاليل بتاعتك كويسه، رسم قلب بتاعك كويس، اتس جاست
اي حاجه نفسيه. قالت لي انت التو ديفرنشال دايجنوزز بتوعك، التشخيصين بتوعك، يا اما حاجه اسمها ديسبيبسيا سيندروم. اوكي، ده مصطلح عام لمجموعه من اعراض الجزء العلوي من البطن زي الالم والحرقان والانتفاخ او الغثيان او الاحساس بالشبع بسرعه. انا مش حاسه ان ده اللي حصل لي، اللي بتحصل اثناء الاكل او بعده، بس ممكن تكون وظيفه من غير سبب عضوي واضح او بسبب حاله كامنه من زي الارتجاع المريء او القرحه. لكن مكتوب كمان ان المين كوزز او التريجرز بتاعتها ممكن تبقى سايكولوجيكال فاكتورز زي الستريس، انكزايتي، ديبريشن، او افكتنج الجوت سنسيتيفيتي يعني. فهي قالت لي بصراحه ان الديسبيبسيا ممكن اسمها ديسبيبسيا ممكن تبقى جايه من السايكولوجيكال فاكتورز او حاجات نفسيه يعني او كده. فصدقتها طبعا. قالت لي او بانيك اتاكس. فانت الحالتين اللي عندك حالتين نفسيين، فانت هتروحي للمستشفى التانية فيها سايكايترست هو اللي هيظبط لك دوز المهدئ. رحت فعلا المستشفى التانية اللي فيها السايكايترست. على الاقل السرير التاني بتاع المستشفى التانية كان احسن. ادوني حاجه للوجع، حاجه للبطن، وادوني مهدئ. الحمد لله نمت شويه، يعني واضح ان انا نمت حبه لان انا صحيت لقيت المهدئ ده خلصان. هل انا بعد ما روحت كنت 100% تمام؟ لا 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 لا، كنت 100% تمام لا. وانا مروحه ماشي فتحت الابلكيشن بتاع ايميريتس وكنت هغير التذكره وارجع تاني يوم. وطبعا كنت عماله بفكر ان انا اللي هو يعني انا حاجزه شهر عشان في الاخر ارجع تاني يوم. قلت خلاص سيبينا اهدى، ما تتهوريش، انت متهوره اصلا فما تتهوريش. وخليت ماما تكلم شركه الطيران. انا عايزه ادي شاوت اوت لباهي بجد، علشان الراجل ده هو اللي هدى ماما وهو اللي هداني وهو اللي قعد يتكلم معايا وقال لي ان دي حاجه بتحصل عادي، ان جسمك هو اللي بيلات جو كتير والستريس وكده، وان دي حاجه حصلت للناس كتير هو يعرفها. شركه الطيران اسمها سكاي هوك ترافل. بجد باهي شكرا جدا ان هو طمني، كان كل شويه بيطمن عليا وقال لي بصي يعني احنا ممكن نغير لك التذكره وكل حاجه، بس انا بقول لك لا استني اتليست يوم. وماما نفس الموضوع، قعدت تقول لي ان هي كمان لما سافرت امريكا قبل كده قعدت اول يومين ما كانتش كويسه، ولقيت بعد كده قعدت اتكلم. والثيرابيست بتاعتي بعشقها بجد، الثيرابيست بتاعتي يعني فضلت دخلنا في emergency call بقول لها ازاي انا في اجازه، فهي بقى عماله بتبص لي اللي هو ايوه انا عارفه انك في اجازه. قلت لها بس ايه التريجر؟ قالت لي ال3 سنين اللي فاتوا هم التريجر. انت حصل 1 2 تحب افكرك ايه اللي حصل؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 علشان وانت كتمتي لحد ما طلعتي كل ده. ف just it's gonna take 2 days واليوم الثالث هتبقي كويسه. وفعلا انا النهارده اليوم الثالث الحمد لله. كنت اخدت المهدئ مرتين علشان انام. صحيت رحت اجبرت نفسي ان انا انزل يكون يوم هادي قوي. رحت شربت قهوه في مكان اللي انا اكشلي هروحه دلوقتي تاني علشان بقى اعمل الكوفي تيستينج، هسحل نفسي يعني وكده بطريقه هاديه جدا. انا بصراحه السفريه دي مش جايه تورستي قوي، يعني فارق لي قوي ان انا اعمل اريكونكت مع نفسي وان انا اعمل سوفت ريتريت اكتر من ان انا اروح اماكن زحمه وتورستك، لان انا اي دونت ثينك ان انا هقدر. فهروح الاماكن اللي انا هبقى فيها حاسه ان انا هاديه او كده، مساج، سبا، بعد كده اتليست اول كام يوم. بعد كده بقيه الشهر ممكن بقى انزل اعمل بقى شويه شوبينج، اروح بقى اماكن، ازور اماكن التورستك شويه، اكون على الاقل في صحه كويسه. stay hydrated. الكوكونات واتر هنا تحفه. في ميه اسمها بوكاري سويت. لو انتوا جايين انا كده كده هقول كل حاجه في البالي جايد عشان انا اتليست دلوقتي اخدت شويه اكسبيرينس. بس stay hydrated, this is very important, you have to stay hydrated علشان الطيران اخد مني 30 ساعه. الجفاف، الانكزايتي والبانيك اتاك، المحاليل اللي كنت باخدها، المستشفى، المروح، المجي. الدنيا هنا مش حر قوي، بالعكس الدنيا هنا حلوه قوي. ف I just wanted to let you know to stay hydrated وكله كويس جدا. حاولوا يعني تاخدوا بالكم من بالي علشان دي مميتة. انا بقى مشاعري ايه او انا حاسه بايه من ناحيه كل اللي حصل؟ انا كنت خايفه جدا، بس الفكره ان البانيك اتاك هي مخيفه بس مش بالاسلوب اللي احنا بنبقى فاكرينه. الواحد بيبقى فاكر ان هو هيموت. لو انا هقول فخوره بنفسي في حاجه، ان اول حاجه انا عملتها ودي النصيحه اللي عايزه اقدمها، اول ما تحسوا ان في اعراض اكبر او الفورس بتاعتها اكتر من طاقتكم، seek for professional help. حتى لو البروفيشنال هيلب دي مش حاجه واو، بس اتليست محتاجين تكونوا اندر سوبرفيجن. ولما رجعت وقاعده في البيت عماله ببص على الشجر والطبيعه وبتنفس في الهواء والميه والبول حواليا وكل حاجه، انا ستيل كنت مش فاهمه في ايه.
لكن قعدت حاولت على قد ما اقدر ما افكرش فيها قوي علشان ما تسيطرش عليا تاني وما احسش بيها في قلبي تاني. الفكره في البانيك اتاك ان هي بتخليك مش واثق في جسمك ومش ان كنترول قوي في جسمك. البوست ستريس let down effect it's a real thing، اللي هو التأثير اللي بيجي بعد انتهاء الضغط، وان فكرته ببساطة ان جسمنا مش اوقات بيستنى لحد ما يحس ان هو اخيرا في مكان آمن. المشكلة بقى في الموضوع ان ساعات جهاز الانذار عندنا بيفسر ان الموقف نفسه في خطر برغم ان احنا مش قاعدين في خطر، وفجأة كل اجهزة الطوارئ في جسمنا بتشتغل. ايه بقى اللي بيخليه مرعب؟ اللي بيخليه مرعب ان الاعراض بتبقى حقيقية، وان هي ما بتبقاش حاجة احنا بنتخيلها. احنا فعلا قلبنا بيبقى بيدق بسرعة، ما بنبقاش فعلا عارفين نتنفس كويس، ايدينا ممكن تنمل، بحس برعشة، بحس بعرق، بحس بدوخة، بحس بغثيان، بحس بشدة كده في صدري، دايما بحس ان انا هموت او هفقد السيطرة او هيغمى عليا. وعلشان كده بعد ما بيكشفوا الكشف الجسدي، لان هي مثلا الدكتور قالت لي انا عايزه اعمل تحليل اشوف لو عندك الكترولايت امبالانس، لكن بعد كده لقيتها بتقول لي ان كل حاجه مظبوطه عندك، حتى قلبك مظبوط وكل حاجه، فايتس بانيك اتاك. الفكره بقى ان انا في اكتر مكان، انا في اهدى مكان في العالم بجد انا نفسي اوريكم الفيو، اهدى مكان في العالم. انا قاعده في حته حلوه جدا، هاديه جدا، برايفت بول بقى وحاجه لاكجري فانسي، and I had a panic attack. هي الفكره ان جسمي بقاله شهور قاعد في وضع النجاه. علشان كده ناس كتير قوي بتحس ان مثلا بعد تجهيزات مثلا الفرح وبعد الفرح وكل حاجه بيعيوا، دايما نلاقي هاني مونرز على طول عيوا، دايما بنلاقي بعد ناس بعد الشغل كتير قوي عيوا او تعبوا، نلاقي ناس بعد الامتحانات هبطوا كده وتعبوا، لان دايما الجسم بيبقى في السرفايفل مود. تمام، يعني مثلا كأن لو اسد بيجري ورانا احنا ما عندناش اوبشن غير ان احنا نجري. تمام، ممكن في ناس يغمى عليها بس احنا هنضطر نجري. بعد ما نخلص ونرتاح وكل حاجه جسمنا بيعمل كده. فاهمين؟ زي ما قلت مش بينطبق على كل الناس، ولكن ده تفسير محتمل بيحصل، لكن ده احدى التفسيرات اللي بتحصل بعد ما الناس تكون قاعده مرت بضغط كتير قوي في حياتها. في اللحظات بتاعه الضغط المخ ما بيبقاش مهتم ان هو يرتاح، هو بيحاول يخليك تسرفايف الوقت ده، تعدي الوقت ده، وده جزء طبيعي من طريقه عمل الجهاز العصبي. المخ بيفسر ان في تهديد او ضغط، بيوجه طاقته للتعامل مع الموقف. واوقات الارهاق الحقيقي او المشاعر المؤجله بتبان قوي بعد ما الضغط بيخف. وفي عوامل كتير تانية غير الضغط، يعني في ناس زي مثلا عندهم جنرال انكزايتي ديس اوردر، زي حصل تغيير مفاجئ كبير في الروتين، عندهم اضطرابات نوم، النوم مهم جدا، سفر طويل زي السفريه اللي انا سافرتها، في طبعا اسباب طبيه. وعشان كده بقول اللي حصل لي ده احدى التفسيرات، مش اكيده مع كل الناس، بس انا حبيت اشارك بس تجربتي، مش لعل وعسى، انا متاكده ان في ناس اوت ذير عندهم نفس التجربه بتاعتي. لان طبيعي انا لما رجعت ابص على اخر مينيمم سنه من حياتي، انا اصلا انا فاكره ان انا رحت لهدير ماي بيست فريند قلت لها انا خلصت ماجستير، هي نفسها عملت كده، قالت لي انت لو بدات تقدمي على الدكتوراه انا هعمل لك بلوك. فواضح جدا ان انا كان عندي ضغط رهيب جدا، والضغط ده بدأ يأثر كمان حتى على اللي حواليا and I'm so grateful for them الصراحة. احنا بقى كبني ادمين ساعات ما بنحسش ان احنا مضغوطين علشان الضغط بقى بيبقى النورمال ديفولت بتاعتنا، وانا مش عايزة ان الضغط يبقى النورمال ديفولت بتاعنا، انا عايزة الضغط يبقى ضغط وخلاص. عشان كده دايما بقول يا جماعة اسمعوا لجسمكم. وبصراحة والله العظيم يعني بعد النهاردة بعد اللي حصل يعني وكده I don't think ان انا I would ever put myself in a position ان انا افضل مضغوطة واكتم ضغطي للدرجة اللي انا اوصل فيها كده. انا حاسة ان احنا محتاجين كل شوية نهدي نفسنا، كل شوية نرفلكت على احنا فين، بنعمل ايه، الضغط اللي احنا مضغوطينه. وعلى فكرة البانيك اتاك والضغط النفسي بيجيب على فكرة امراض جسدية، لان الواحد وهو عايش بكرونيك ستريس، الكرونيك ستريس لما بيتحط تحت ستريس بيتأثر على الغدد وبتأثر على الجهاز المناعي. لما الجهاز المناعي بيقف ليه؟ علشان انا تحت ستريس، علشان في اجهزة تانية محتاجة تشتغل، ففي اجهزة تانية محتاجة تقف. فلما انا بقى عايشة بكرونيك ستريس الاجهزة التانية اللي محتاجة تشتغل هتفضل واقفة، فهيجيلي مشاكل صحية. انا مبسوطة جدا ان اللي حصل ده حصل في اول يومين في بالي، برغم ان انا كنت خايفة ان انا اتقفل، ولكن I think ان ده درس انا كان لازم اتعلمه جامد جدا علشان يعني انا اسفة جدا لاي حد مر ببانيك اتاك، انا عارفة قد ايه هي مخيفة، و I hope من كل قلبي من كل قلبي ان انتوا genuinely تدوا لنفسكم فرصة وهدوء
وان مش عايزه اقول لكم مفيش حاجه تستاهل، ان في حاجات كتير طبعا تستاهل، يعني مش عايزه اقول اللي هو مفيش حاجه تستاهل، ان لا في حاجات تستاهل طبعا ان احنا نضغط عليها، في حاجات تستاهل ان احنا نزعل عليها، في حاجات كده، بس مش لدرجه ان انا اموت انهار يحصل لي حاجه. تقريبا that's it، واشوفكم الفيديو جاي. thank you very much. ما تيجوا نشرب حاجه.